الدوري السنه دي مولع، بيفكرنا بالدوري الانجليزي، حاجه كده من ريحه زمان. طب المنافسه دي هتفضل مكمله على طول؟ ما اعتقدش. طب ليه؟ اصل المنافسه على الدوري والفرق اللي بتنافس على الدوري بيكون ليها اكتر من مقوم، ما بين اداء فني ثابت، لعيبه ودكه، جمهور، اداؤه بره وجوه، واستقراره، والاعلام. طيب سيراميكا اللي عامله في الموسم ده في وجهه نظري حاله، يعني ما يقدرش ينافس على الدوري. بيلعبوا كوره من احلى الكور السنه دي بصراحه، من احلى الفرق اللي بتلعب كوره، وكمان لسه مخرجين الزمالك من الكاس. بس يقدر يكمل؟ ما اعتقدش، ما عندوش الدافع، الجمهور ورا ولا ناس تحمسه وناس تشده. سيراميكا بعيد عن المنافسه عن الدوري، يعني مسافه ما يقع ماتشين ثلاثه ورا بعض، وابتدى من ماتش بيراميدز هتلاقيه بيسرسب نقط، وهتلاقيه بيك كتيره في الرابع خامس، الله اعلم، برضه دي كوره. الزمالك في ظروفه السنه دي يعني مش مطلوب منه اكتر من كده، هو كتر خيره قوي انه بيلعب لحد كده ولسه تاني الدوري. بس الزمالك مش في وضع تنافسي، جمهوره عارف انه مش في وضع تنافسي، عشمان، بس على ارض الواقع ما حدش عشمان. يعني لو الزمالك السنه دي ما خدش الدوري، لا جمهور هيلوم ولا اعلام هيلوم، هيقول لك كتر خيرك، وده انجاز. هيبقى المنافسه ما بين بيراميدز والاهلي، انا يا راجل اتمنى الاهلي، بس مع يسترب بالاداء ده الاهلي هيفقد نقط كتير. حتى الاهلي وهو بيكسب مش المكسب اللي يريحك، الدنيا مش مستريحه، مش عارف هويه كده للاهلي زي ما بيقولوا. وجهه نظري الدوري السنه دي اقرب له بيراميدز لو فضل مكمل بنفس المستوى ده، او مستوى الاداء الفني ده. بيلعبوا فرقه حلوه، مدرب فني، الدنيا مستقره عندهم، ما بقاش يعملوا ازمات زي زمان ولا تصريحات غريبه، فالدنيا عندهم بقت اريح. يعني لو بالنسب على ارض الواقع، ودي كوره تشمل كل حاجه، ممكن الاهلي يبقى زي القطر بعد كده، او بيراميدز يعطل في ماتشين ثلاثه، لكن الصراع هيبقى بيراميدز، قول بنسبه 55 مثلا على 45 اهلي، رغم ان انا اتمنى روح الفانيلا الحمراء والاهلي يشد حيله، او المدير الفني يبتدي يغير شويه في اللعب. اتمناها للاهلي الدوري السنه دي، لو ان برضو العقل شويه مرجح بيراميدز عشان الاستقرار. الزمالك الله يعينه، وسيراميكا حلو قوي لحد كده، ما اعتقدش انه هيكمل شويه بعد كده.